دونالد ترامب واحد الاسم اللي كيطلع في العناوين كيدير ضجة كبيرة. رجل أعمال وملياردير ومؤثر قبل ما يكون رئيس، ولكن السؤال هو علاش كلشي كيخاف منه، وشنو هو السر اللي كيخلي ترامب مختلف على أي سياسي آخر. أول حاجة الطريقة ديال الكلام ديالو. ترامب ما كيغلفش الكلمات أو ما كيلعبش بالكلمات، يعني كيهضر ديريكت وعنده غير نيشان، وكيهضر مباشر بواحد الأسلوب اللي كيقسم الناس. شي وحدين كيشوفوه صريح وشي وحدين كيشوفوه خطير، حيت الكلام ديالو يقدر يشعل النار. تاني حاجة القوة الإعلامية ديالو. الراجل ماشي غير سياسي، الراجل راه براند، راه ماركة عالمية، عنده جمهور كبير وفي نفس الوقت عنده معارضين بزاف. أي كلمة كيقولها كتوصل للدول بطريقة سريعة ودغيا كيأثر وكيقلب الرأي العام في ساعة. ثالث حاجة القرارات اللي كياخدهم. ملي كيكون رئيس كيدير قرارات سريعة وقوية، الهجرة، الاقتصاد، السياسة الخارجية، قرارات اللي بعض الناس كيشوفوها حاسمة وبعض الناس كيشوفوها مقلقة. رابع حاجة الحضور ديالو في عالم السياسة. ترامب ماشي سياسي تقليدي، جا من عالم البيزنس ومعه طريقة الديل والشد والجذب، وهذا الأسلوب كيقلق القيادات العالمية حيث ما كيكونش متوقع وما كيكونش متبع القواعد القديمة، فعلاش كيبقى مخيف بزاف ديال الناس. فترامب عنده تأثير كبير بزاف وصوته مسموع وقراراته كتأثر على الاقتصاد العالمي، الهجرة وحتى العلاقات بين الدول. ومع الشخصية ديالو القوية ما كتعرفش اش غادي يقول ولا اشنو غادي يدير. بين الناس اللي كيشوفوه راجل قوي وناس كيشوفوه راجل خطير، ترامب بقى اختار الشخصيات المثيرة للجدل والمؤثرة في عصرنا الحالي. فإذا كانت عندك في بالك شي شخصية وبغيتنا نهضروا عليها خليها لنا في الكومنتات.